هنودع حلويات الصيف الباردة اللي بتطري بأحلى كيكة أنا عملتها الصيف ده حرفيا. كيكة طرية عليها طبقة محترمة من كريمة جوز الهند متغرقة بصوص الشوكولاتة، بجد خطيرة. هجهز الكيكة، هضرب الأول البيض والفانيليا والسكر لحد ما السكر يدوب كويس وكل حاجة تتجانس في بعضها، يكون عندي خليط كريمي كده. بعد كده هضيف الزيت والزبادي، ممكن تحطوا بداله لبن بس الزبادي بيدي طراوة حلوة قوي للكيك. واديهم ضربة سريعة على أقل سرعة. حضر ميكس المواد الجافة عندي، دقيق وكاكاو وبيكنج باودر وملح، هكتب كل المقادير تحت في الكابشن. اضيفهم على مراحل على خليط السوائل عندي واقلبهم في بعض كويس بالمضرب لحد ما يكون عندي خليط متجانس. هنقل خليط الكيك في اي صينيه بتدخل الفرن عندي بعد ما اكون مسحتها بمسحه من الزيت. واجهز في الوقت ده صوص الشوكولاته، هحطه في التلاجة علشان احتاج وقت ان هو يبرد. بعد ما اتاكد ان هي استوت هسيبها تهدى شويه واشيل طبقه من الجزء اللي فوق. بحب اعمل كده عشان اسيب مكان احط فيه حشو كتير، وفي نفس الوقت الجزء ده بعمله كيك بوبس بحيث ان انا اعمل يعني ايه حاجتين من حاجه واحده. الكيكه بكوبايه كبيره من اللبن، وبحب احط عليها معلقه من الكاكاو بتديها طعم اغلى. الكيكه في التلاجة تسقع، واحضر كريمه وفانيليا ونص كوبايه من الحليب المحلى المكثف اللي عملناه في البيت. لما تضرب في بعضها كويس هحط لها تقريبا من كوبايه ونص لكوبايتين من جوز الهند المبشور. مش قادره اقول لكم الكريمه دي بجد طعمها خطير قد ايه. حط طبقه محترمه بقى من الكريمه دي على وش الكيك وافردها عليها كويس، واحاول ان انا اظبط الشكل على قد ما اقدر بظهر اي معلقه عندي علشان لما احط عليها صوص الشوكولاته يكون الشكل في الاخر منظم. انا لما الصوص اللي عملته يكون ساقع وتقل عشان اقدر ان انا افرده واحطه في اي كيس، او حتى ممكن اصبه على طول احطه على الكيكه بشكل منظم. وتاب رشه بسيطه من جوز الهند وحطيتها في التلاجة تسقع وتندمج في بعضها. بجد يا جماعه خطيره خطيره، لازم تجربوها.